السلام عليكم. لكل من عنده أمنية يراها مستحيلة، عنده أماني، عنده أحلام يراها صعبة متعسرة، ارفع يدك إلى السماء وتعلق بخالقك الذي أوجدك من العدم، الذي يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. اجعل قلبك متعلق بهذا الرب الذي سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، الذي يداه مبسوطتان ينفق منهما كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. ليس بينك وبين تحقيق هذه الأماني إن شاء الله إلا أن تدعو بقلب مخلص خاشع متعلق برب العالمين، ليس متعلق بأقساط أو بقروض أو بتسهيلات بنكية أو بترقية أو بوعد من جهة. تعلق برب العالمين اللي أعطاهم إن شاء الله يعطيك. وش اللي بينك وبين تحقيق أمانيك؟ الدعاء. الدعاء. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ارفع يدك. ما الذي تدعو به؟ ادعو الله بأسمائه وصفاته. قل: اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا رب العالمين لا إله إلا أنت. أسألك بما سألك به أنبياؤك وأصفياؤك من خلقك، أسألك بما سألك به نوح، وأسألك بما سألك به إبراهيم في جوف النار، أسألك بما سألك به يونس في جوف البحار، أسألك بما سألك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جوف وصاحبه في جوف الغار، أسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك أن تيسر لي ما أتمناه. ثم ادعو حاجتك، ثم قل حاجتك. الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة. قد تجد هذه الدعوات خاصة في جوف الليل الآخر، خاصة في صيامك، خاصة في سجودك، بابا مفتوحا إلى السماء. كل من تأخر عليه الزواج، كل من تأخرت عليه الترقية، كل من تأخر عليه الإنجاب، كل من تأخر عليه الخروج من أزمة، الخروج من ضائقة، الشفاء من مرض، ادعو الله سبحانه وتعالى. أرجو أن